يا ترى ايه اللي ممكن يحصل لو الناس كلها بطلت تتنفس لمدة دقيقة؟ كل الناس فجأة بيكتموا نفسهم في نفس اللحظة، مفيش حد بيكح ولا حد بيهمس، فيه هدوء مرعب، صمت. وبعد 10 ثواني الشوارع كلها هتسكت، مفيش حد بيتكلم، محدش بيصرخ، مفيش طفل بيعيط، الكل مركز انه ما يتنفسش. وبعد نص دقيقة، نص الوقت، بعض الناس وخصوصا اللي عندهم مشاكل في التنفس هتبدأ تحس بدوخة. الأطفال وكبار السن ممكن ما يستحملوش الدقيقة دي بسهولة، والمستشفيات هتستعد لاستقبال أي حالة طوارئ. بعد 45 ثانية القلب هيبدأ يضخ دم أكتر، الدماغ بتقول محتاجة هوا دلوقتي حالا، بعض الناس ممكن يغمى عليها. وأخيرا بعد مرور دقيقة، شهيق جماعي عالمي، صوت النفس بيرجع مرة واحدة بشكل مرعب. أكتر من 8 مليار بني آدم بيستنشقوا هوا في نفس اللحظة. شوية من الناس هتقع على الأرض من الدوخة، وفي الغالب مفيش وفيات كتير، لأن الإنسان ممكن يكتم نفسه لمدة دقيقة عادي، لكن الموضوع هيبقى ترند عالمي. مين اللي بدأ التحدي ده أصلا؟ عامة كل دي هتفضل تساؤلات ملهاش لازمة وتستحق اللايك.